حقيقة والله أنت داهية من دهاة الزمان. تعلم لماذا؟ القوم كانوا يأتونك ابتداء بالسب واللعن، فإذا بهم بعدما ربيتهم يأتونك اليوم متشفعين واعظين. يعني حولتهم إلى وعاظ. الحمد لله. بعد جهد جهيد أنا تعبت. فيقولون لك يا أخي والإسلام، ويريدون بعض الآيات وللأسف يخطئون فيها. صاروا كلهم وعاظ، يعني كانوا سبابين لعانين. فإذا بهم صاروا وعاظ المؤمنين، وهذا أنت اللي فعلته. هذه سبحان الله. أولى. إنك لا آه تهدي من أحببت ولكن والله، الله يهدي من يشاء. شوف، أنت قلت مرة رفعت عهدا على نفسك، قلت والله لا أربينهم، وقد فعلت يا رجل. أنا أشهد بهذا. لو رأيت يعني في أقل من سنة. أولا احترم احترم يا أخي احترم لا تقاطع، يا أخي لا احترمنا يكلمك ويكلمني واحترم. أنا. أنت يا أخي لا كلمني لا لا أنا. لا لا يجوز، يا لا أخي يجوز يا أخي الكلام. يا يا أخي لا عماد، يا يا أخي، أخي لا لا نقبل إله يا الكلام. إلا لا، الله. لحظة لحظة يا لحظة يا عماد، أسعد. يا أخينا عماد. أنا ابقى تحت إلى أن يحين موعدك وأطلعك لأنك ستشغلنا، أنا متأكد، والرجل هذا أنا توحشته أنا بالله. الله تفضل. يحفظك، وأنا كذلك. يعني الله العظيم. هذا العماد الذي ما قام به عماد ولا خيمة يتكلم. الكلام ليس عنه. إن كان يحشر نفسه في زمرة السبابين اللعانين هذا شأنه. احنا كنتكلموا على اللي كانوا في الأول يجيو بيتكلموا على السراويل وعلى الأمهات. بالمناسبة هذه مدة ما سمعتش كلمة سروال، هذه دليل على لا أنك لا خلاص أنا ربيت. نهيتها. يعني هاد السراويل انتهوا من هذه الحكاية. صافي اللي خلاص. اللي أريد أن أقوله يا أخي الكريم، ولا بد أن أذكره. مساحة المغرب، هذا الرقم اللي قدمه قبل أحد الضيفين قال 400%. هذا رقم شوشعي تبون والله به. يا أخي حاولت أوقفها يصحح لي ما قدرت أوقفها. لا، هي مساحة المغرب قرابة 740 ألف كيلومتر مربع، وليس كما قال هو 400. ثم هذه المليون هم لا يجدون أي شيء يحاججون به إلا المساحة. هي المساحة لما تكون على الشكل الجزائري، أي 80% في الشمال والباقي صحاري وعطش وجوع، هذه مش مساحة. مساحة سويسرا هي لا توازي حتى يعني محافظة في الجزائر، لكن سويسرا جمرة حرة. والجزائر بهذه المناسبة بهذه المساحة هي عالة على أهلها. الأمور لا تقاس بالمساحات. بريطانيا كذلك، فرنسا وما أدراك، وزد على ذلك اليابان وما. فهذه حجة المساحة، هذه حجة المغلوب والجاهل. مسألة العطش يا أخي، نحن لا نفرح لعطش الجزائريين قسما بالله. العطش شيء من عند الله، ولكن بعضه من سوء التدبير. لكن ولله في الحمد في المغرب القرقرات يا أخي. آخر منطقة في المغرب الشريف التي أقيم فيها مسجد، والآن هي حاضرة صغيرة، هذه في قلب الصحراء. وأنت زرت الصحراء، أنت ذهبت أنا إلى الحدود يا أخي. صليت في المسجد نفسه. لن تجد عطش في القرقرات، أبدا. يستحيل. ولا في الداخلة، ولا في العيون، ولا في بوجدور، ولا في السمارة. هو تحجج بأن تيارت قريبة من الصحراء. أنا أكلم عن القرقرات اللي هي مختاخمة لموريتانيا. وبالمناسبة في موريتانيا ما موجودش عطش، حتى في نواكشوط ما موجودش عطش، حتى في أسفل موريتانيا ما موجودش عطش. هذا من سوء تدبيرهم. نقطة أخيرة أختم بها ولا أطيل يا أخي، فيما يخص هذه المسألة المتعلقة بالزيارة التي في أو الزيارات التي في إيطاليا إيه. وهذا اللقاء، أريد أن أنبه إلى شيء، وأنت قد تنبهت إليه ولا شك. في المغرب عندنا مثل نقول، لما واحد مجرب في الدنيا وحكيم يكلمه رجل نزق عن ما، حين يكلم النزق الحكيم عن ما رأى واش، يعني لما يعيش تجربة تسعده ويحكيها للحكيم، يقول له الحكيم: مستقبلك هي ذكرياتي يا ولدي، مستقبلك ذكرياتي. الملك محمد السادس، هذا الرجل الحكيم الصموت الذي لا يتكلم إلا بالأعمال،
كل هذه المناسبات هو حضرها حتى وهو طفل، بل أكبر من هذه المناسبات يا رجل. يعني هذه المناسبات التي يفرح بها هذا الرؤساء الطارئين على التاريخ، وهذا الناس الذين لم يحضروا إلى الحكم إلا منذ بضعة سنوات. هذا الرجل عاشها في السبعينيات، هذا رجل حضر في جنازة بومبيدو ممثلا لملك المغرب بوصفه وليا للعهد في بداية السبعينيات، وهي مناسبة حضرها تيجان الأرض وملوك الدنيا، وكان ممثلا عن والده. ويأتي أناس اليوم يعني طارئون على المجد، طارئون على المناسبات، أناس جدد على هذا الأمر، ويفرحون ببعض الصور التي يأخذونها للأسف الشديد، صور معيبة للأسف مع مستعمريهم القدامى، ويتمجدون بها. ملكنا نحن هذه التي يجعلها هؤلاء القوم أغلى منيتهم هي بعض من ذكرياته، هي بعض. وما والله ما أظن أنه لو أنه دعي ما أدري هل كان سيحضر أم لا. لماذا؟ لأن هذا الملك، هذا نقولها لك يا أسعد، مد عينك في بلاد الإسلام، هذا ملك منذ 25 سنة أو 26 سنة. يعني لاقى الملوك الآن ولاقاهم شخصيا، لاقاهم الذين هم جزء من تاريخ الأمم، بل وهو ولي للعهد. لاقى كل إمبراطورات ورؤساء وملوك الدنيا في النصف القرن الثاني من القرن العشرين، لاقاهم شخصيا وكلمهم. فمثل هذه المناسبات ليست مما يغريه، وهذا يفسر كيف أنه يستنكف من حضور المناسبات التي لا تكون إلا للصور والكلام. لكن هاد الناس اللي لما كان هو يلاقي تيجان الدنيا وملوك الأرض كانوا لا ذكر لهم، من مثل مع كامل احترامي السي تبون، لا أدري ماذا كان تبون في الثمانينيات، لكن جلالة الملك سيدي محمد السادس في هذه الفترة كان يلاقي ريغان ممثلا عن والده، وكان يلاقي بومبيدو، وكان يلاقي جيسكار ديستان، وكان يلاقي حينها هذا الرئيس الاتحاد السوفيتي وغيره. نحن الذي يحكمنا هذا رجل جر، كما يقول الألمان، بلاد العرب والإسلام الآن هم يعني عمر حكمهم يعني معروف في أقصى الأحوال 20 سنة. هذا الرجل كان ممثلا عن والده، قلت لك في جنازة بومبي. لاقى ريغان في 84. لا ينبغي أن ننسى هذه الحقيقة، الشعب الذي يحكمه الملوك، أبناء الملوك شيء، والشعب الذي للأسف تسلط عليه حكام وهم رؤساء، وكما قلت أن لا ندري حتى أسماء آبائهم أو أجدادهم شيء آخر. نقول نحن في الصحراء الناس طبايق وبنايق، بمعنى الناس طبقات، وجعلنا بعضكم فوق بعض درجات. يزعمون هم بأنه قتل منهم 5 مليون أو 7 مليون أو 6، لا أدري، هم كل مرة يغيرون في الرقم. 5 مليون أو 7 مليون مسلم يقبل رئيسهم بهذا الشكل. قسما بالله لو كان عرق كرامة في الجزائر لقامت ثورة.
لكن هذا يدل على عيد أن عيد 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 هذه العبارة الأخيرة، الله يرحمك. قسما بالله لو كانت في الجزائر، للأسف وأنا أقولها وأنا على مضض في خاطري، كان يقابلها عرق كرامة في النفس الجزائري الذي قتل للأسف، والله لقامت ثورة قسما بالله. لا، هذه صورة لا ترضي. وأنت نقلت، أنا شفت لك يا صديقي العزيز. أنا تساءلت أستاذي، شوف عفوا قاطعتك، أنا يعني باستطاعة تبون أن يقابله بشيء من الأنفة شوية، يعني خليك متماسك، ناصب رأسك، ما في قبلات، سلم عليك أقل شيء أوليات الدبلوماسية. وإن ماكرون الخبيث كان يعرف على من يسلم. هو لم يجرؤ على مثل هذا مع أي رئيس، فعله مع الرئيس الجزائري. هل فقط. هناك تعمد لإهانة تبون مثلا؟ أعتقد أنه في نهاية المطاف فرنسا ما تزال، وأنا أتابع الشأن الفرنسي عن قرب، فرنسا لا تحترم الجزائر للأسف، لا تحترمه. وحتى تعرف أن الآن كاين واحد زلزال سياسي في فرنسا بسبب صعود اليمين المتطرف إلى الحكم، واليمين وفوزه في الانتخابات الأوروبية. وكل خطاب اليمين في فرنسا هو للتنقيص من الجزائري، كله مبني على هذا. ما كانش ممكن ديك القبلة التي فعلها ماكرون مع تبون أن يفعلها مع أردوغان، يستحيل، مستحيل، ولا مع أي واحد آخر، مستحيل. وانت كنت نقلت صورة وأنا أحييك عليها على شكل سلام جلالة الملك محمد السادس على الرؤساء، للمقارنة ثم شكل سلام يا أخي ماكرون على السيد تبون. هي في النهاية الدبلوماسية هي إشارات، هي علامات، هي أشياء دقيقة. وهذا الشكل في السلام كان للأسف، وأقولها على مضض من نفسي، فيه إهانة شديدة للشعب الجزائري، وفيه إشارة إلى أن ما يحكم به اليوم حكام الجزائر بدعوى كراهية فرنسا هو كذبة. لا يمكن أن تكره فرنسا وتضع كراهيتها في النشيد الوطني ثم تقبله بذلك التقبيل. يعني لا أريد أن أصرح، أنا عنونت المقطع: يا فرنسا قد أتى وقت العناق. والله مض في نفسي، أقسم لك بالله. هذا شيء مخجل. لا، ما علينا الغاية والنهاية. إن مستقبل وآمال وحاضر ما يفعله تبون ومن قد يأتي بعده هو بعض من ذكريات ملوكنا. السلام عليكم. أي هذا العبارة يعني خذوها أنتم كزبدة من اللايف كله. ما شاء الله يا الروكان، تحياتي لك. عودة حميدة، والله العظيم نورنا. اليوم عيد حقيقي، عيد تيك توكي اليوم بسماعنا لصوت الحبيب الغالي رجل وكفى. عبد الله الروكان، كيف حالك؟ السلام عليكم، وعيد مبارك سعيد أخي أسعد. أهلين ومرحبتين يا هلا ولحضورك الكريم. أنا والله سمعتك أخي أسعد تطلب نسب فخامة الرئيس عبد المجيد تبون. طلعت أنت؟ هناك نسب ونعرفه أكثر من جد له. هو في الحقيقة إسرائيل ويلفنسون. هذا إسرائيل ويلفنسون، يعني مستشرق إسرائيلي، ولد في القدس وذهب إلى مصر، وكان أول حاصل على دكتوراه تحت إشراف طه حسين، وأنه أيضا دار كتاب مع طه حسين اسمه تاريخ اليهود، تاريخ اليهودي في بلاد العرب. يكتب هنا أخي أسعد في كتابه الذي كتبه عن موسى بن ميمون الفيلسوف والطبيب اليهودي الذي ولد في الأندلس، القرطبي، يكتب ما يلي:
ومما لا شك فيه أن هذه المعاملة كانت من أهم الأسباب التي أدت إلى انحطاط الحضارة العربية بالأندلس، إذ أخذ كبار علماء اليهود في قرطبة وغيرها من المدن التي دخلت في قبضة عبد المؤمن الجومي يهجرونها، والتجأت جموع منهم إلى شمال الأندلس، ونزحت غيرها إلى جنوب فرنسا. وكان بين النازحين إلى جنوب فرنسا أغلب أفراد أسرتي قمحي وتبون الإسرائيليتين، وهما اللتان خرجتا عددا غير قليل من العلماء والفلاسفة في القرن الثاني عشر الميلادي. وقد نشر هؤلاء العلماء الثقافة الإسرائيلية في الجهات العلمية بالمدن الكبرى مثل مونبولييه وليون. يعني الآن أسرة تبون، هذا أسرة قمحي أولا، كان في السبعينات واحد ضابط كبير في الموصاد اسمه دافيد قمحي، من أسرة هذه الأسرة التي نزحت إلى جنوب فرنسا. ثم الأسرة الثانية التي هي أسرة تبون اشتهرت في الترجمة وتوارثت ذلك، وتخرج منها يعني منهم مترجمين مشهورين، يهوذا تبون وشاموئيل تبون وموسى تبون، كلهم يا رجل منين هذا؟ ما هذا المصدر؟ ما هذا الصورة اللي انت عارضها الآن؟ هذا كتاب موسى بن ميمون لإسرائيل ويلفنسون، الذي تخرج من الجامعة المصرية ويعمل كأستاذ للغات السامية في دار العلوم. كتب هذا الكتاب اسمه موسى بن ميمون، وهو باحث في اليهود وأصل اليهود، وله كتاب مشترك مع طه حسين اسمه تاريخ اليهود في بلاد العرب. يكتب هذه الأسرتين أن تبون ليس هو ذلك الرئيس الذي نراه يعني في التلفاز هكذا معكوفا. على فكرة صورة تبون وجهه يشبه هذه جولدا مائير، ما أنا كأنهم توأم. والله تقول توأم يا أسعد. والله يمكن أن تكون أختها في الرضاعة. شوف أسعد، هذا المصدر يمكن للإخوة الجزائريين أن يتحققوا منه وأن يبحثوا في إسرائيل ويلفنسون. اليوم الشعب الجزائري عليه أن يتقبل هذه الحقيقة، أن الذي يحكمهم هو من أسرة إسرائيلية، هذا هو نسبه، وأجداده هم شاموئيل وموسى ويهوذا وغيرهم. عجيب، هذا كلام جديد يا صاحبي. لا، هو كلام قديم يعرفونه ولكن لا يريدون أن ينطقوا به. ومن هنا نعرف العلاقة مع فرنسا. حتى النزوح في عهد الموحدين في عهد عبد المؤمن الجومي، يعني هروبا من عبد المؤمن الجومي نزحوا إلى جنوب فرنسا ولم ينزحوا إلى شمال الأندلس، بمعنى أن تاريخ العلاقة التبونية الفرنسية هو تاريخ قديم جدا، يرجع إلى القرن الثاني عشر، بل قبل القرن الثاني عشر. هذا هو نسب تبون. وربما عجيب يا رجل، هذا لازم احنا وانت هكذا نفصل فيه يوم. والله على الجزائريين أن يشتروا هذا الكتاب إذا كان متاحا في الجزائر، لأن هذا الكتاب يحتوي على أصل الحاكم الجزائري إذا كان هو الحاكم. وشتهم أسعد طلعوا يدخلوا البارح نهار الجمعة، دخلوا يصليوا بأسلحتهم. عمي شنقريحة وعمي تبون دخلوا إلى المسجد بأسلحتهم. أنا لم أراهم والله، صلوا العيد. والله صلوا صلاة العيد بأسلحتهم، مطوقين بمن يحرسهم ومدججين بالسلاح. لا أدري لماذا دخلوا بذلك السلاح إلى المسجد ليصلوا صلاة العيد. على كل حال، ما كنت أود أن أقوله أخي أسعد. أخي عبد الله أنا فقط أريد أن أقول للأخ الجزائري عماد والإخوة الذين اشتكوا لأسعد من ولد العاصمة، والله عليكم أن تحمدوا الله وتشكروه، يطلع ولد العاصمة ولا يأتيكم رجل وكفاء أو الركان. ها هم طلعوا لكم رئيسكم إسرائيلي، على الأقل أنا أعيشكم شهور ما طلعت رئيسكم إسرائيلي. عادك أرحم لهم. والله خصهم يحمدوا الله ويشكروا أنني فقط أنا من يصعد.
تفضل أخي عبد الله تفضل. لا، كنت أود، هم يحبون هذه المقارنات، يحبون أن يقارنوا. وفي الحقيقة جميع رؤساء الجزائر كانت لهم عقدة من الملوك المغاربة. بوتفليقة كانت واضحة، هذه واضحة، وما زالت هذه. يعني في طريقة كلامهم، في علمهم، في ممارستهم لمسؤولياتهم. يعني كلهم يتطلعون إلى أن يصبحوا ملوكا في دولة تقول عن نفسها على أنها ديمقراطية شعبية، والشعب لا دخل له نهائيا بما يقع في الجزائر. يقول أحد المفكرين الفرنسي اللي هو جزائري، اسمه دريس أبركان، يقول على أن الجزائري يعني تمت برمجة عقله على 3 نقاط مهمة، على 3 أسباب ليحس بنفسه على أنه موجود في التاريخ وموجود في الحاضر: كلمة مخزني، وكلمة صهيوني، وكلمة حركي. ويعني بالحركي هؤلاء الذين من وجهة نظرهم خانوا ما يسمى بالثورة الجزائرية. فالعقلية الجزائرية مبنية على هاد 3 نتاع الركائز، من أجل أن يحس الجزائري على أنه كائن موجود يفكر داخل دولة اسمها الجزائر. فاليوم على الشعب الجزائري أن يقحم تبون ضمن هذه ال3 الركائز، وأن يفعل أن من حكمه هو أصله إسرائيلي صرف. تحياتي. إذن 3كم ومن تقترحوه يكون موجود حتى نثري هذه السلسلة. وأنا نفسي يعني تعبت عليها، يعني ليست مجرد لايف سأفتحه، لا والله قريت ونقحت وكتبت وبحثت وتأكدت في كذا سلسلة ستعجبكم جدا غدا. أنتم ال3 ضروري تكونوا موجودين، ومن تقترحوا لي أيضا. الجانب هو طبعا سيكون لايف مغربي تاريخي مغربي. سنرى إذا في جزائريين عقلاء يستطيعوا أن يناقشوا طلعناهم، ما إذا هم من هذول الغاغة ما لن يستقيم الأمر. عندي جملة أخي أسد. قول. قالت العرب إن الفارس المقدام يدعو ربه عند كل مناجزة: اللهم ارزقني خصما يليق بقدري. المصيبة اللي عندنا، المصيبة الحقيقية، أننا لم نجد بعد، وقد قلبنا ندا لم نجد بعد. والله وجدنا سبابين لعانين، وهادو مش شيء. يعني لو كان عيد العبارة أستاذي، عيد العبارة كيف؟ اللهم ارزقنا خصما يليق بقدرنا، لأنه مما يحط بالمرء أن يأتيه خصب أقل منه شأنا. شوف، لو كان الأمر أمر سباب، شوف هناك في الروض العطر أبواب، الروض العطر لنزهة الخاطر النفزاوي، أبواب في أسماء ما يكون به السب. والله لو كان الأمر أمر إقداع وسب لأتيناهم من المعاجم والمرادفات ما لا تقدر على أن تستوعبه آذانهم. ولكن الأمر أمر جلل. نحن نحترم الجزائر باعتبارها شعبا. هذا ما يقوله بيان بلدي وزارة الخارجية. نحترم هذا الشعب، نريد أن نحرر محل الخلاف بشكل محترم. يعني انتظرنا لم يأتنا. أتانا شخص اسمه ما أدري هل بنيف أم أبو شيء، هم كلهم أبو شيء، يسب في الأعراض. ثم أتانا شخص لا علاقة له بالتاريخ، لا يعرف حتى معنى الوثيقة، اسمه دومير بالفرنسية. يعني رجل لا علاقة له بالتاريخ. أنا سمعت له بحسن نية، والله ما عنده، بضاعته مجزاة. ما زلنا ننتظر، وأنت قلت لابد أن نحضر 3. شوف، أن تجد 3 من قدرنا عند هؤلاء القوم، فابحث عن بيضة العنقاء، أقرب أن تجدها من أن تجد 3. لا هو أنا سيشرح لك ولد العاصمة الموضوع. هو لن يكون نقاشا بين مزدوجين، لا، هو موضوع مغربي.
موضوع مغربي أنا سأثيره أنا وأحاول أفهمه لشخصية مغربية أنتم تحبونها كلكم، وفي أمور هكذا وقعت على يدي، قلت هذه ليس لها إلا ناس مغاربة. بحثت وجدتك أنت، ولد العاصمة، الروكان، تحفة من هؤلاء فيه رجل رابع، فيه رجل رابع والله، رجل رجل رابع، هو البوم الليبي. البوم الليبي أيوة، هو رائع جدا، هو ربما سيكون معنا الموضوع. هذا رجل استثنائي بالمناسبة والله، رجل على مستوى عال من الالتزام المعرفي والأخلاقي جدا جدا جدا. هو تقريبا هو كان حاضر اليوم بس ما أدري المشرف. وكمال الدين، لعله كمال الدين ولد العاصمة والروكان دبروا لي الموضوع، وعشان يكون الموضوع شيء دسم، يخرجوا الناس بعد ما يخرجوا من اللايف يخرجوا بمعلومات. أنا نفسي والله العظيم ذهلت منها. أقول لك شيء أنا أراك لما تخاطب العلماء تنشرح، ولما تخاطب الناس تحترم. والله يا سلام، ايش انشرح دحين انا وانا اخاطبكم مسترخي ولما يأتوك الشواشع يا اخي وتروني قسما بالله. هذه الحقيقة. تحياتي والله أخي. صحيح. اذا انا ساختم بالبوم الليبي في 5 دقائق لانه الظلام حل علي، ولنا تواصل كلكم الأربعة، لنا تواصل إن شاء الله، أو 5 كم أنتوا 4 ولا 5 ما شايف أنا. تحياتي لكم. والبوم الليبي يختم لنا اللايف كالعادة. تفضل أخي دكتور معاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا وعليكم السلام. حياكم الله جميعا وتحياتي لكم جميعا. كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. أنا خرجت فقط لأعايد، وسبحان الله كنت سأطلب الجسد فقط لأحيي الأخ رجل وكفى. أنا من المتابعين صراحة. وإحنا يا دكتور ما فيش لنا تحية؟ طبعا لا شك. كيف يا رجل؟ لا تحرجني. أنا فقط أردت أن أقول أنا لا أحب أن أظهر عندما ليس لدي ما أقول، يعني فقط أضيف أو أستمع حتى أدع المجال لغيري أفضل يعني. لكن هذا الرجل أتابعه منذ فترة صراحة، واختفى. هو اختفى ثم عاد اليوم، فلما ذكرني أردت هو لعل من أسماء رجل واختفى محل رجل على الوقت. أيوة. أنت أصبحت رجلا واختفى. المهم حياكم الله جميعا. أخي ولد العاصمة أيضا كل عام وأنت بخير وأسعد ورجل وكفى. والإخوة المشاهدين، خامة هذا اللايف وروح هذا اللايف هم الأخوة الذين يتابعوننا. لا أعتقد سمعت لايف طويل عريض يعني. لا أعرف الوصفة التي تجابهون بها غباء هؤلاء صراحة. المواضيع مكررة، تجيبون. الله أعطاكم الصبر سبحان الله. ولكن على فكرة هذا كله آتى أكله كما ذكر الأخ رجل وكفى. على الأقل اختفى السب واختفى الشتم وروضوا قليلا، على الأقل روضوا قليلا. سمعت في اللايف السابق، مع أني دخلت في اللايف لكن لما أسمع هذه النقطة كنت منشغلا قليلا. تكلم أحدهم عن الملك إدريس السنوسي رحمه الله وقال أنه من الجزائر. هو أثبت ما أريد قوله. على فكرة أن الجزائر لم تكن يوما فيها مواطنين للأسف، كانوا عبارة عن أهالي وتأثرهم واضح. شرقهم متأثر بالمغرب، غربهم شمال غربهم متأثر بتونس، جنوب غربهم متأثر بليبيا. فهذا التأثر واضح وجلي يوحي لك بأنهم أهالي. أنا لم أريد أن أقسو عليهم كثيرا، ولكن حقيقة ألخصها لك، هي دولة الضواحي. الجزائر دولة الضواحي، ليست إلا ضاحية مغربية مع ضاحية ليبية مع ضاحية تونسية، شاءوا أم أبوا. من أراد منهم أن يثبت لنفسه جذرا في شمال أفريقيا سيجد نفسه مضطرا للانتساب إما للمغرب وإما لليبيا وإما لتونس. فليست إلا ضاحية، وليست إلا غفلة من ملوك هرب فيها ديك فرنسي
فعبث بدجاجة تركية فأنجبت لنا بيضة، الله المستعان لا زلنا نعاني منها حتى يوم الناس هذا الواقع، أنا لا أريد أن أقسو. ذكر السيد الملك إدريس السنوسي. الملك إدريس السنوسي من الأشراف، علوي، وهذا شيء معروف تماما. أجداده جده والده دفين القاهرة، جده وأجداده الآخرين دفناء المغرب. إذا أردنا أن ننسبه إلى أقرب نقطة سننسبه للمغرب، وأنا لا أقول مغربي صراحة، أقول هو قرشي من العائلة الشريفة. الأشراف ما حلوا في وطن إلا واحترموا ونصبوا في أعلى المناصب إلا في الجزائر. انظر إلى الأشراف عندما ذهبوا للمغرب لا كانوا ولا زالوا ملوكا، عندما حلوا بليبيا أصبحوا ملوكا، في الأردن، في العراق، في سوريا، فيصل الأول وفيصل الثاني وهلم جرة. ما دخل الأشراف بلدا إلا وكرموا إلا في الجزائر. وأنا قلت لك أن ماذا حدث لهم في الجزائر؟ ماذا حدث لهم؟ لم يعرفوا الناس، دخلوا وسط أهالي، ضاعوا وسط أهالي وخرجوا من الأهالي. هذا والد الملك إدريس السنوسي على فكرة، ليس الملك إدريس السنوسي الذي ولد في مستغانم، الذي ولد في مستغانم جده، وكان في رحلة. هو معروف السنوسية طائفة من طوائف الصوفية، كانوا يجوبون الأرض. أنت إذا بحثت الآن ستجد الزاوية السنوسية ما زالت زاوية كبيرة جدا، أين في ماليزيا، ولا زال لها مئات الآلاف من المريدين. فكانوا يجوبون الأرض. لم يستقر في الجزائر، ولد في الطريق، ثم انتقل إلى جغبوب، جنوب شرق مدينة طبرق، واستقر هناك، وولد والد الملك إدريس. هذا جد الملك إدريس الذي ولد في مستغانم، وليس الملك إدريس. فلا علاقة له بالجزائر لا من قريب ولا من بعيد أبدا. وأردنا أن ننسبه إلى أجداده. الملك إدريس السنوسي زار جده في المغرب، في مكناس، زار قبر جده في مكناس. فكيف؟ فسبحان الله هذه النسب لا أعرف. سؤال آخر أنا دائما أسأله، لماذا اسم دولتكم مثل اسم عاصمتكم؟ هذا واضح وصريح جدا، أنها لم تكن إلا منطقة صغيرة كبرت، لا أكثر ولا أقل. فالمنطق دائما غائب عنهم حقيقة. لا يجيدون إلا السب ولا يجيدون إلا الشتم، وهذا آخر ما في الكيس. السب والشتم آخر ما في الكيس، والطين والردغة آخر ما في البئر. لو كان بئري مليئا لما شربت منه إلا عذبا زلالا. أما إذا وصلت إلى الطين فهذا يعني أن البئر قد انتهى منه ماءه. وقال أحد الأحناف المتأخرين، نسيت اسمه، جاءه رجل فسبه وشتمه وقال فيه ما قال فلم يرد عليه، فقيل له لماذا لم ترد عليه؟ قال إن كنا سنسب الناس فلما قد تعلمنا العلم إذن؟ لماذا قد تعلمنا العلم إن كنا سنسب الناس؟ تعلمنا العلم لنرد بأدب، نرد بدليل. وعلى فكرة أنا نقطة أريد أن أنبه إليها الجميع ونفسي أولا. البعض من الإخوة الجزائريين يعتقد الآن أن الشعب المغربي جالس وينصب العداء للجزائر. يمكن هذا اللايف أكبر لايف يتكلم في هذا الموضوع تقريبا، ومثله لنقل 10 في 5000، هذول 50,000. راهي 99.9 من المغاربة الآن اللي يشوي واللي يضحك مع أولاده واللي جالس مع أصحابه، والله ما سامعين بكم حتى أحياء أو أموات. ويعتقد هذه مشكلة الوديان، أنا أسميها مشكلة الوديان. عندما ننزل في واد نظن أن الجميع معنا في هذا الواد. الليبيين لا يوجد أحد يتكلم إلا أنا وشاهين، يمكن يظهر مرة أحيانا يظهر الأخ شاهين، أما الباقي والله ما سامع بكم، حيين كنتم أم ميتين. بينما أنتم تشاهدون بالمئات الآلاف. أنا أراكم في اليوتيوب حتى أسعد في حد ذاته، تجد يمكن 60% من مشاهديه هم من الجزائر. شوية واقعية. وكل عام وانتم بخير، كل عام وانت طيب. وكان ختامها مسك كالعادة. أنا اليوم محظوظ، ألبوم الليبي ورجل وكفى ولد العاصمة، يعني عيد حقيقة، عيد أحلى عيد. الله يحييكم ويبارك فيكم. تشرفوني دائما عندما تأتوا تختموا هذا اللايف، هذا شرف كبير لهذا اللايف. تحياتي أستاذ معاذ، والله تحياتي يا أخي، وتقبل الله. ولدينا حاجات جميلة من غد ستبدأ، أرجوكم تفاعلوا معي، والله العظيم الموضوع متعوب عليه بالزاف، أرجوكم. ستبدأ إن شاء الله. إذا عاد أحد عنده شيء قبل ما أختم؟ أنا
أنا قدر الليل. الرد على من قال أني أسكن في أحياء فقيرة سأترك هذا اللايف القادم إن شاء الله حتى لا، لأنه لا كلام بعد كلام أخي معاذ. لا أريد أن أترك شيء في مسامع الناس غير الكلام الطيب لأخي معاذ. أخي رجل هذه شوف يا أخي أسعد، هذا ما يجعلنا أنا حتى أنا أقولها ولا أخبئها، هذا ما يجعلنا نميل إلى المغرب. يعني حتى في لايف تجدهم مضيافين، إن لم تمل إلى المغرب ضد الجزائر في اللايفات ففيك خلل، يعني فيك خلل في النخوة وفيك خلل في واضح الشيء يا رجل، واضح الشيء سبحان الله. يعني تخيل نفسك في الطرف الثاني. والله نتشوشع. يعني لن تستطيع النظر إلى نفسك في المرآة. يجب عليك أن تصدق أن الجزائر قوة عظمى، ويجب عليك أن تصدق أن أمير الإمارات خاف من تبون، ويجب عليك أن تصدق أن صعب على رأسي والله العظيم ستأتيني حموضة في الرأس وليس في المعدة. بارك الله فيكم، تحياتي جميعا. الله يحييك. عاد أحد عنده شيء أستاذ رجل واختفى؟ فقط كلمة يا أخي العزيز، والله أولا إن كان هناك فقر إلا عند حديث النعمة وشهادة حق. الأخ عاصم ليس فقيرا أبدا أبدا، أنا عرفته ولو على قلة المرات التي رأيت فيها. هو ولله الحمد، والله يرزق من يشاء من أبعد الناس عن الفقر، بيد أن والفقر هو فقر الأخلاق في النهاية. هو ليس كذلك أبدا، لولا أن بعض الناس هو حديث العهد بالنعمة، يظن أن حاضر الناس كله يقص على ماضيه هو، للأسف الشديد. تحياتي أخي، إلى اللقاء كلكم، تصبحون على خير. تحياتي. في حين أن مجموعة من الدول الكيان كان شاهدا على ولادتها.